اسكو 3000 فورغو هذو يقدروا كاع يخدموا في نهار واحد يخرجوا كاع طراجي ما كاش منها. غادي نسجلوا مؤسسات فاشله او ما وصلتش الاهداف تاعها. ولد المسؤول اللي جا طلع لي انا هنا يعطونا حل مسح الديون ولا يديروا الوضع. ما نخدمش انايا والحل تاعي انا ما تبنيليش حبس. ما تخافش فشلت الله خالد. سوي لي الوضعيه نتاعي سقم الاقتصاد نتاع البلاد انا نولي نخدم وبلا ما تبعث لي بريه انا نجي نخلص. قال انني هنا ديت مشاريع راني باغي نخدم. لا سنا قعدوا نجري ونديوكم من الحبس راه واحد شارع. نروح المتابعه القضائيه اللي السيد راه يخدم وما خابش يخلص ولا السيد الى ديتورني هذاك ما نتكلموش عليه هذاك سارق. هذو متابعه قضائيه وهذو ما تسامحوش معهم. سهلت لي الدولة هذه والبنك فلاحة والونساج الحمد لله. Depuis la création de l'ONSAG, صرفنا واحد 270 مليار دينار 270 مليار دينار. هو ملف طالما أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة وأسال الكثير من الحبر بعد أن تحول من حلم إلى كابوس بالنسبة للكثير من الشباب الذين استفادوا من قروض في إطار دعم وتشغيل شباب أونساج. فقد اختلفت الآراء حول هذه المشاريع بمدى نجاحها أو فشلها بين خبراء ومسؤولي الوكالة وحتى الشباب. لماذا الكثير من الشباب لم يجسدوا مشاريعهم أصلا وحولوا قيمة القرض لشراء مساكن وسيارات؟ هي أسئلة سنقف عندها من خلال تحقيقنا هذا لنكشف عن حقيقة مشاريع اللونساج ومصير مئات الملايير التي صرفت على هذا الجهاز. تابعونا. راحوا لي زانجيكتور لا بومب اش بي ولا رومب دابريسيون. هذه المهنة تاعي نخدم فيها ونورمال. حاجة ما تبغيهاش ما تخدمشهاش. تسعة عشر سنة من إنشاء وكالة الدعم وتشغيل الشباب لونساج. خلال هذه الفترة صرفت مئات ملايير الدينارات من الخزينة العمومية. أنشئت من خلالها 350 ألف مؤسسة مصغرة وظفت ما يقارب نحو 1,000,000 منصب شغل. أرقام تعكس مدى اهتمام الدولة في السنوات الأخيرة بالمؤسسات الصغيرة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني والتي تماشت والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ريفورم ايكونوميك في التسعينات حول التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في التسعينات. الفكرة تطورت أن يجب mobiliser كل les compétences économiques nationales بما فيها القطاع الخاص. لأن عندما نتكلم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتكلم خاصة على القطاع الخاص. باش نعرفوا أن القطاع الخاص ولا الدولة أعطت له إطار قانوني للتطور. احنا نخدموا في طول. لا راهم يحوسوا على الشبيبات رد يروحوا لي فورنيسور. حماس تاع لي جون واحد يقول له باغي ندير اون فيل دو سينما اون الجيري، واحد يقول له راني نصدر 800 عنوان للخارج. لكن سرعان ما أصبح هذا الجهاز حديث وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وحتى السياسيين بعد التسهيلات التي أقرتها الوكالة للاستفادة من قروض لفائدة الشباب العاطل عن العمل والذي اعتبره الكثير من المستفيدين حقهم في البترول. ما حنايا ماناش نخدم وما هاش نخدموا والفراقن ما هاش نرجعوهم هاك شايف. ومجميع واحد دار لونساج ماهوش يخلص يكذب عليك اللي يقولك انا راني نخلص. هذا حق 1% من الحقوق نتاعي راني ديتها، ماشي حقي هذا، انا حقي 1%. السكنه ولات حلم يا خو من بعد ما كانت حق. السكنه كانت حقي ولات حلم على الحلم ليا انا.
مسكر عليا كلش، وراك تقول لي خلص، منين زعما نبيع كلوه ونجي نخلصك؟ مستحيل خويا. رحلتنا في هذا التحقيق قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة وعدة ولايات من الوطن للكشف عن حقيقة بعض المشاريع التي استفاد منها الشباب في إطار لونساج. شباب كانوا يحلمون بإنشاء مؤسسة والخروج من شبح البطالة ليجدوا أنفسهم ملاحقين قضائيا، والسبب عدم قدرتهم على تسديد قروضهم. اي واحد دا لونساج كان يخدم، خاش علاه ما لقاش، كان لقى حلول وحده اخرين. اصلا النهار الاول كان الدوله دارت دراسه باش يمدوا لونساج، ولقينا احنا خيارات وحده اخرين، قالت تدخل شركه تخدم. اصلا احنا ما نعودوش هادو لونساج وندو، احنا حسبنا الدوله راها دايره دراسه، نهار يعطونا تروسبون ونخدموا ياك كيما عطاونا حقوق يحمونا. اليوم ريت نخدم باش تروح سيني كونفونسيون مع شركه ولا كذا لاباتيسري ليفري كرواسون باغ اكزومبل، فيها عراقيل بيروقراطيه، يدوموندي لك من داك بلاش انا تكون تعرفوا ولا ما من داك رشوه من داك فهمني. دوك راني في بروبليم فهمني، دوك الدين كذا دوك راني نخدم على لاسيرونس تاع طونوبيل وكذا فهمني كيف واش راه حاصل. انا راني مريض، ها الراديو تاع الراس لا مرت، انا كنت غايب، كنا الحمد لله بخير علينا، دخلنا هذه المشاريع فاشله زدنا فشلنا. باش ديماري لازم تخسر، كي تخسر تعيش مسلف، تبقى غير تسلف والناس تسال، دوله تسال والناس تسال، لي زامبوسك شغل كيفاه، حنا دوك نحوسوا على الحل فهمني يا خو، يريقليونا يشوفوا يديروا لنا حل. وراه المسؤول اللي جا طلع لي انا هنا يجي يوريني ميدان، انا نتحدى اي انسان نتحداه هنا فوق الارض، يجي يبين لي، يجي يدي ماتريال اخويا الله يجيب لها تسهيل، شايف كاين حاجه ما يتبعنيش، يجي يشوفني في العائله كاني عايش في البزاوز، خايف من لي باراج، خمم في السلعه واش هي توصل هنا لاحقه ولا ما تلحقش، ما تنجمش والله ما تنجم باش تخلص. في الاول الامر كل الناس كانت تظن باللي لونساج هي اللي تستقبل الشاب، هي اللي ترافقه، هي اللي تمولو، وحتى تبقى ترافقه وتراقبه طيله كاع حياته يعني كي يدخل في هذا غير ممكن، وما كانش حتى هيئه في العالم قادر تدير كل هذه الامور. من هذه وراء الخدمه والله كاين الناس معك شاك تشوف جون دو ان شاء الله كل يوم هيك بوبينه واحده، رانا يوميا هنا بوبينه واحده. شباب حاولوا الاعتماد على انفسهم، لكن واجهوا الكثير من المشاكل التي حالت دون نجاحهم واتمام مشروعهم. وليد من بين آلاف الشباب الذين استفادوا من شاحنة لنقل البضائع، الذين توجهوا كلهم لهذا النشاط لأنه لا يتطلب أي شهادة أو دبلوم، فقط رخصة سياقة. فبعد أن كان يتطلع أن يفتح له هذا النشاط فصلا جديدا من حياته، اصطدم بما لم يكن يتوقعه. وبرضك هل ترى الفرق هذه الشاحنه اللي راهي عندنا تقدر تخدم على 5 من الناس، كيما انايا بيرت فامي جو سوي ماري وبيرت فامي، دوك نخدم على العائله تاعي ولا نخدم على البنكه ولا نخلص لونسياج ولا نخلص لي زامبو، كيفاش راح ندير؟ سيبونا حل لازم. قلت درنا مانيفيستاسيون خرجت الدوله ضربتنا هكذا، قال لك ما ديرش مانيفيستاسيون، ما تغلقش طريق، ما ديرش، احنا ما خرجناش نكسروا له، احنا طالبين في الحقوق تاعنا. هذا لونساج شغل بياج، سيتان بياج. هذا الشاب هذا كان بطال، داروا اللونساج حاجه شابه باش يقضيو على البطاله. دوك رجع الشباب هذا بطال ومسال، بكري كان بطال برضه رجع بطال ومسال، شوماج ومسال ومديون، واش تدخل لي متابعات قضائيه. احنا ماذا بينا نخدموا، طونك درنا لونساج انا حابين نخدموا، ما جيناش باش نلعبوا ولا درنا ماتريال باش ما رجعوش الدين. هذه امانه مستحفظين علينا، احنا ما بعناش هالامانه تاعها، هالامانه. دوك لا يصيبونا خدمه في شركات وبلاسيرونس تاعنا ونورمال، ماذا بينا احنا نخدموا ونريقليو الديون تاعنا، ماذا بينا احنا نرفجوا الجزائر. ولا ما كاش يديروا لنا مسح الديون، احنا طالبين يدير لنا مسح الديون كما سمحوا للدول الافريقيه، دول اوروبيه، احنا اولى منهم، احنا اللي اولى منهم ولاد البلاد ماشي الافارقه. اليوم راحنا بزاف لوزينات، جرينا لشركات يحوسوا التشيبا والرشوه، احنا ما لحقناش. دوك دوموندي بالسنيه كونفونسيون مع كشركات دومونديك تشيبا، واحنا التشيبا هذيك ما عندناش باش نمدوها. حليم شاب من ولاية صعيدة مشروعه فشل بسبب نيته، فقام بتحويل قرضه إلى شراء بعض الحاجيات لم يرد أن يبوح لنا بها بتواطؤ مع الممول. انا واحد من الشبيبه اللي دات لونساج، دراهم كيما داروا نصهم دهم فورنيسار، لا راهم يحوسوا على الشبيبات رد يروحوا لي فورنيسار، فورنيسار هو اللي يرد الدراهم، حنايا دينا غير الصرف، صح راه عند الفورنيسار يروحوا عنده هو اللي يرد،
باش يقارعوا للشبيبه ترد ما تردش، حاش ما كانش اللي يخدم بهم. انا دا نصهم فورنيسار، ماجوريتي تاع الدراهم داهم فورنيسار. انا ما طار لي والو، طارت لي قاعد 50 ولا 60 كليتها خويا. انا تسلمت ماتريال عتاد يتمثل في اشغال بناء اللي هو بومبا بيطو بليس بوطونيير. ومن بعد ظهر اتصلت بالشركه انا هذه اللي يتعامل معها الفورنيسور، ظهر هذا الماتريال كاع ما كانش. عطاو لي وثيقه باللي ما كانش الماتريال هذا. درك انا راهم يطالبوا فيا في الشرع، راهم يشارعوا فيا. ربحت خطرتين. الفورنيسور اللي كنت معاه راه يخدم، انا راني حابس. حقي ما بانش كاع. ولاحظنا ان لو ميم ماتيريال سيغتان فورنيسور يضخموا. علاش يضخم باش يمكن فيه تبزنيس بينه وبين الاخر. هنا كيفاش نقد نعرف انا اذا نشوف المبلغ كبير وباين باللي راه زياده، دونك نرفض نقول له بدل الفورنيسور. اذا شفنا باللي فيه كما قلت زياده تكنولوجيا يا با بروبليم. مي احنا وكنا نعطيك عندنا اكثر من 1000 فورنيسور راه مجمد. حليم عينة فقط، فعشرات الشباب الذين تركوا وراءهم ديونا عالقة لم تكن نيتهم تسديدها بحجة أنها حقهم من عائدات البترول التي لا تمنحها الدولة إياها، إذ يعرب الشباب عن أنهم عجزوا عن إتمام مشاريعهم ولا يملكون مصدرا آخر يستطيعون تسديد الديون منه. أنا حبيت نطلب حاجة، ما نديمونديش شكونها يا خويا، عندي فورغون ما عنديش باش نخلصوا، هيدا ما نكذبش عليكم، وماشي راح نخلصوا. ولي زامبو 100 فرق ما يدوها، لي زامبو بعتوا لي 70 مليون. شحال راني نخدم انا باش يبعتوا لي 70 مليون لي زامبو، وان شاء الله 100 فرق ما يدوها. احنا رانا مفلسين، والمفلس دير له تسويه ما تبعثلوش باش يخلص. ما عندناش، ديروا لنا طريق باش نخلصوا شركات نخدموا معاها نقدر نخلص باش اللي قدر. لكن لما تغلق كاع البيبان واش راح ندير انايا؟ واش راح ندير في الحاله هذه؟ انت دوك نعطي لك فلوكه في وسط البحر وما كانش مقادف، واش راح دير؟ تقعد في بلاصتك تدور تماتيك. سي سا يفو كري باسكو علاش لونساج لا ايتي دوني ا دي جون كي سون ميم با دو دومين، صبروا وحدهم دون ان بياج وما عندوش دارت، ما عندوش بروبليم. هذا كي ني با دو دومين زاده لك هذاك اللي انسان تاع دومين. انا شوي دون لوكاسيون دو فواتور راني مكولي نكذب عليك. لا يحتاج المرء أن يمكث طويلا ليعرف ما آلت إليه أغلب المشاريع الفاشلة، فهناك من تعرض عتاد مشروعه إلى السرقة قبل أن ينطلق في نشاطه أو بعد تثبيت مشروعه بأشهر قليلة، مثل ما حدث للشاب كريمو الذي استفاد من قرض لشراء عتاد بلغ مليار سنتيم. تعرض بعض من عتاده للسرقة ليدخل في صراع مع شركة التأمين والبنك. وأغلق الملف. تعرض هذا المصنع لعمليه سطو، عمليه سرقه لبعض الالات اللي داخله هنايا في الوحده، وتقدمنا بشكوى لدى السيد رئيس مجلس قضاء سعيده والسيد نائب العام لدى مجلس قضاء سعيده، ولا حياه لمن تنادي. تقدمنا لشركه التامين، طلبنا منهم التعويضات بناء على العقد المبرم بيننا وبينها. شركه التامين وكعادتها وبالصفه المعروفه لدى جميع شركه التامين دون استثناء رفضت التعويض بحجة أننا لم نتعرض لعملية سطو ولا لعملية سرقة، وأن هذا الشيء اللي صرحنا به تصريح كاذب. شركة تأمين تتلاعب مع لونساج، تتلاعب مع البنك، وأنا قاعد ضحية مدة 3 سنوات. هذا الشيء حرام. قلت روح امشي العتاد مرهون، راهم يغلطوا في الناس يقول لهم العتاد مرهون.
يا الشباب راه مرهون، الشباب هو اللي راه مرهون، ماشي العتاد اللي راه مرهون. الحاجه اللي نقولها لكم، العتاد تاعكم هاوليك، انا ما راني ما حولت اموال عموميه، ما حولت اموال الشعب، انا جيت بنيه خالصه باش نخدم، والمرآة راه في 4 سنين كما راكم تشوفوا فيها على نفس الحاله. الحمام حلينا ازمه السكن للحمام، ها هوليك الحمام راه ساكن هنا عندنا. العتاد راه يرتع فيه الحمام والغبره. وشركه التامين تعسفت وقالت لك ما نخلصش، وإلا عندك انت راك حاسب روحك راك في دوله، المدير تاع شركه التامين قال لي لا راك حاسب روحك راك في دوله تاع قانون، روح جيب حقك. باش يكون فيه امكانيات تاع استرجاع الدراهم تاع الدوله. وشنو فور ميتر او ترافاي لي جون، رجعهم للعمل تاعهم اللي كان هارب على البوست تاعو، رجعوا صلح له امر تاع البوست تاعو باش يرجع يخدم. اللي كان مش فاهم الخدمه تاعو فهموا في الخدمه تاعو، اللي كان مش فاهم كيف يسير وخاسر فيها فهموا كيفاش يحسن التسيير تاعو باش ما يخسرش. اللي كان ما يعرفش يصرف يخرج دراهم تاع الشركه ويديرها في جيبه يحسبها تاعو، يا مش تاعو تاع الشركه، لازم تقول له هذاك الدراهم تخرج فيهم اي تاع الشركه مش تاعك، ما تطلعش ليهم. كل هذه راهي فرغانه، ما فيش فيه فراغ، الجزائر وما أدراك ما الجزائر خو. استعمال أموال لونساج في الزواج وشراء السيارات كلها حقائق كشفت عنها المحاكم التي باتت تعرف انتشارا ملحوظا لقضايا محاكمة الشباب المستفيدين من قروض لونساج، فأغلب الشباب يعترفون بفشلهم بسبب غياب المتابعة والتوجيه. لي زامبو 40 مليون 40 مليون كمل 40 مليون باغي خلصها، نصرف على العائله ولا نصرف عليها، فهمونا عطونا حل. بطال كيما كنت، حاول ولي بطال كيما كنت زوالي كنت غايه. احنا الفكره تاعنا نقول لهاد الشباب اللي يقول لك غير قاعد تبطل، نقول له لا ما تخافش، انت لو فات كو حاولت راك نجحت، انا نعتبره نجاح، ما فيش متابعه قضائيه. انا كي نشوفك باللي حاولت وفشلت وراك انت راك اديري ان فوند كارونتي هو غادي يعوض، دونك انت ما حولش الاموال لجهه واحده اخرى وما سرقتش، ما تخافش، حاولت ما الله غالب. tu as essayé tu n'as pas pu, le fait d'essayer c'est une réussite. لقات 20 في النهار نوكل بها عائلتنا الحمد لله وهاني. ودركا راني هنا نبات نخمم، ما نرقدش في فراشي غايه، نبات نخمم وصباح كي ندير الحباس. عطونا حل. احنا ما كان عندنا والو، جات هذه لونساج رفدونا، احنا ماناش كونتروليها، يكملوا خيرهم، الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. شتا هي الخدمه ماهيش كاينه باه نمشي ونخلص لي زامبو ولا نفيرسي للوطو ولا ماني تاكل بكرشك. اهدر مادامهم جدد ولا يدوا الوطاهم مادامهم جدد، او دير الوطا بلا بقاوش الوطا. الوطا كالتالي راها ماشيه 300,000 هاو يديها لك، دوك يديها لك غدوه يبيعها في لونشير، ويزيد يقعد يتبع فيك. لوطو دير 200 مليون يبيعها ب 50 مليون و150 يقعد يتبع فيك عليها. شي كيما هاك اللي دار سيدو اللي كولت له. غياب المرافقة والمتابعة من الأسباب التي جعلت أغلب المشاريع تفشل. خبراء اقتصاديون أرجعوا الفشل إلى البيروقراطية وغياب المرافقة التي جعلت أغلب المشاريع تموت في بدايتها. المشكل اللي موجود أن عندما تنشأ المؤسسة بعد عام وعامين توقع الكارثة. هنا الدولة حطت أموال كثيرة، حطت تنظيمات بور انكادري لا كرياسيون، ولكن عندنا مشكل اليوم في الكوتشينغ، في لاكومبانيومون. المؤسسة تقلع عام عامين، بصح 3 سنين 4 سنين محتاجة أن الدولة تعاونها. اور هنا التنظيمات أو لي انستيتيوشن سون ابسونت. دور عندي فورق دور عندي
واليوم راني بطال وعلي الدين وراح نولي موديل، ونحوسوا ان شاء الله على الدوله انها ترجعنا في ما نبقاوش ترانسبور، نحوسوا نولوا تجار، لان الترانسبور الناس راهي تستغلنا. يعني رانا في كما يقولوا في ولايه الجلفه راها الاف تاع الترانسبور، يعني ولايه تمد لها الاف تاع الترانسبور. كيفاه يخدموا؟ كيفاه رايحين نسلكوا الدين؟ حنا يعطونا الحل، كيفاه رايحين نسلكوا الدين هذا؟ واش رايحين يديروا معنا اجراءات؟ حنا هنا رانا مجمولين قاعدين مع الشباب هذا محتجين على الاوضاع اللي رانا فيها. حنا كنا بطالين ولينا بطالين مديونين، الف حاجه تبع فينا. ما عرفناش اسكو الخدمه منين نبداو. كاين الماستر ما لا نهايه، البوكلات ما لا نهايه، شغل اللونساج ما ولاتش، شغل ما ولاش تدعيم شباب، ولات تحطيم الشباب. شروط نورمالمون دايرين باللي لاكناك ولا لونساج تبع الشاب كي تعطي له الماتريال، دخلوا الماتريال المؤسسه ولا الماتريال يخلص وهو يخدم على روحه، ما كان حتى متابعه. من اللي عطاوه الماتريال ما يحوسوش عليه، يبيعوا ويحبسوا ويخدم الله ما على بالهمش به. 350 ألف مؤسسة مولت من طرف لونساج، ما نقدش كل مؤسسة ندير موراها مراقب، من المستحيل. هذا الشباب عندهم مرافقة دائمة من نهار اللي يجي أول خطوة يديرها في الفرع إلى آخر يوم، آخر فلس يرجعه للبنك ولا اللونساج. هذا نقص المرافقة ونقص المراقبة يمكن كانت من بين ماشي 100% من بين أسباب اللي فشلوا بها بعض الشباب. لما خرجت قضية الانساج فيه العديد الآلاف من الشباب أخذوا نصيبهم من قروض بنكية واشتروا الآليات للعمل، لكن بدون ما يكون فيه دراسات عميقة. أولا على المشاريع ذاتها، ثانيا بدون ما يكون فيه تعليم ممتاز لهؤلاء الشباب، ثالثا بدون ما يكون فيه توجيه سليم كما ينبغي، رابعا بدون ما يكون فيه رقابة دائمة لهؤلاء الشباب ونصائح لكي أولا نشجعوهم وثانيا نراقبوهم. شجع وراقب. لونساج تعرف دير لاكومبانيومون، تعرف كيفاش تعلم وتتكون المبادر الانتربرونور والمقاول في التكوين، كيفاش دير البزنس بلان تاعو، كيفاش يدير البريمي برودوي تاعو، كيفاش يدير ركب الماشينات. ولكن لونساج بعد سنه ثالثه الرابعه ما عنده حتى علاقه معه، يقعد وحده. عدد الملفات اللي راهي اللي البنك عوضها، اللي الفوند غارونتي عوضها، اللي البنوك عطات لها، كي نديروا النسبه هذا عدد الملفات بالنسبه لعدد المشاريع اللي تمولت نصيبوا 10%. نظن باللي ان البنك النسبه الوطنيه نظن باللي البنك يعني واحد، يعني البنوك واحد فات ثلث يعني اقساط ما خلصهمش وما يودعش الملف، هذا هو مجبر عليه، عنده بروسيدور انتان. ولهذا انا نقول هاد الناس اللي يعطوا النسبه غير هكا، راه كاين امور يعني علميه، يعني ما تقاش هذا. انا لو كان عدد الملفات اللي مودوعين لدى الفوند غارونتي نسبتهم 50%، نقولها 50%، علاش نكذب على الراي العام؟ من لحد الان اللي راه عندي 10%. بينما اذا كان بعض المسؤولين يقول لك بلي ناجحه 90%، ما اظنش. انا الشيء اللي نعرفه حسب معلوماتي ان هذه القضيه ناجحه في مستوى 67%. لماذا نجح في 67%؟ لأن هذا الرقم هذا يعطيته لكم هو رقم الشباب أو رقم المشاريع اللي أصبحت باينة واضحة قادرة ترجع الديون تاعها. أنا راح معي طولي خدمة دوكا. روح ربي يعاونك. هنا من. تهلا في روحك بقى. هكذا.
وعليكم السلام ورحمة الله. ماشي مشكلة، راني دوك نجي عند خويا، ما تقلقش برك، يسخن برك شوية الفورغون باسكو نهار كامل ما نوتوش، هذا وين نوتو دوك نكون عندك. حالات أخرى من الشباب من هم في بداية المشروع والذين استفادوا من قروض خلال الأشهر الأخيرة الماضية يأملون في أن لا يكون مصيرهم الفشل مثل ما حدث للكثيرين، خاصة وأنهم لم يبدأوا بعد في تسديد الدين. أمين الذي استفاد من شاحنة متنقلة لميكانيكا السيارات السنة الماضية متخوف بعض الشيء من أن يكون مصيره الفشل بعد صعوبات واجهها في بداية مشروعه. دوك نشوفوا واش باه. هذا يدخل دخان كحل ولا بيض. لكن إرادة أمين في العمل ونسيان سنوات قضاها بين ورشات ميكانيكي السيارات جعلته يتغلب على الصعاب ويمارس مهنته في أحسن الظروف. كيف لا؟ وأمين كان يفتقد لورشة صغيرة يمارس فيها نشاطه، وقد تحقق حلمه وأصبح الآن يزاول نشاطه ويتنقل حتى خارج العاصمة. باسكو يدور دروا نهضر عندك انجيكتور ماهوش يدوني. باش ندير لازم يتنحاو دي انجيكتور تاعو يتريباراو. أمين ورغم مرور سنة فقط من بداية مشروعه إلا أن ملامح نجاحه في نشاطه بدأت تظهر، لأنه يقوم بتسديد الضرائب ونيته الحسنة في تسديد القرض. أنا ماذا بيا يكون عندي سكانر، مش هكذايا في الطريق هكذايا نقدر نسكاني طوموبيل. خرجت في 2014 انا في 2015 تسمى دوكا راني ديبيطون مازال ما تشعرش ولا كيما يقولوا مازال ما من الناس مازال ما يعرفوش باللي هذا دومين جديد كيما يقولوا اوتوموبيل كيما يقولوا لا ميكانيك موبيل مازال ماشي معروفه. الدومين تاعي ماشي سهل كيما يقولوا كيما شغل كيما يقولوا لا ميكانيك موبيل واحد راهو قاعد كيما يقولوا ما تقدرش تحل البورطاي تاع الفورغون وراك مريح. ولأن الملف أخذ مجرى آخر بعد تزايد متاعب المستفيدين من عدم توفر الشغل، دفع الكثير منهم للخروج كل مرة للاحتجاج والمطالبة بإيجاد مخرج لوضعهم. من ناحية الضرائب نخلص لي زامبو تاعي باسكو ريغلو معاهم اجور ولونساج مازال باسكو عندو كاني قلت لك عندي عام اللي ديماريت الواحد كيما يقولوا هذا دين في رقبة كل واحد الجميع اللي يدي حاجة في رقبته بصح إلا كانت كاينة خدمة أي واحد أي شاب يحب يخلص الدين أي واحد يحب يخلص الدين ما يحبش يقعد الدين على ظهره بصح إلا كانت خدمة ناقصة هاك نهار خدام نهار 10 كيما يقولوا من داك كاين من داك ما كاش من داك كيما يقولوا تكثر عليك الخدمة قعد سمانة خدمت سمانة بصح دي في بالك عندك واحد شهرين ولا تريحها كي والو تريحها نورمال كاع ما تفيقش كيفاش يجوزوا شهر شهرين وانت قاعد وانت ما تجيبش خبر كاع تقدرش تخلص دوك سا ديبون علاش قلت لك الا كانت كاينه خدمه علاش ما كيما يقولوا ما يساهمش في الدوله تاعو كيما يقولوا الدوله دارت فيها خير ويعاود يرجع لها الدين تاعها وإلا ما كانش واحد كيفاش راح يدير تخلص واش راح تخلص انا نقول لك فقدوا شيء لا يعطيه. بالمقابل شباب تحدوا الصعوبات وكانت نيتهم الاستثمار، فالشاب عمار من ولاية سعيدة والذي استفاد من قرض في إطار لونساج عام 2009 تحدى الصعاب ونجح في مشروعه تربية الأبقار ليصبح واحدا من بين مربي الأبقار الذين تعول عليهم الولاية في جمع الحليب.
نجحت عندي 12 بقرة، نجحتها قعدت نخدم ندفع الحليب اللورولي فاهم، والوكريف من العام لعام ندير الوكريف نبيعو، نجحت فيه الحمد لله. راه عندي المشروع هذا ناجح فيه. خلصت لي لونساج؟ خلصت لونساج، خلصت البنكة، خلصت كلش، لاسيرونس، لي زامبو كلش. ودوك ما يسالوك والو؟ ما يسالني الدولة والو. وراك تخدم؟ وراني خدام، المشروع تاعي راه كاين الحمد لله يا ربي. عندك روجيس كوميرس؟ عندي روجيس. واش روجيس؟ واش لاكتيفيتي؟ لوغولي مين راهي تجيب الحليب، تجيب من الفلاحه تاع لونساج. نهضر على لوغولي سعيده، جيب لي سعيده. متعاقده، درنا جلسات عمل معهم دوبي 2013 ووصلنا وين وصلناهم يتعاقدوا مع الشباب المستثمر في تربيه الابقار وانتاج الحليب. راه عندنا في لورولي مؤسسات تاعنا اللي توزع الحليب، واللي الحليب تاعها هو اللي راه ينباع. جيب لي سعيده راهي توزع الحليب تاع الشباب تاع لونساج. شوماج ما كنتش نخدم، كنت شوماج، ويعني بفضل هذا اللونساج؟ بفضل هذا اللونساج ربي يفتح عليا والحمد لله راني خدام. وراك مداير معك حتى خدامين؟ راني خدام مسوري معايا 3 خدامه معايا ياكلوا معايا الخبز كل يوم، كل صباح على 5 يجيو يدوا الحليب. شحال يجي 12 بقره؟ شحال تجيب لك من ريتله تاع الحليب؟ عندي ندفع قريب 2 قناطر في النهار تاع حليب. اللي تمدها كل نهار؟ كل نهار نمدها تاع حليب. مسح ديون الشباب في الوقت الراهن أصبح مستبعد وغير وارد حسب ما يراه مسؤولو الوكالة وحتى الخبراء، كونه يتنافى حسبهم مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية. وكانت تجي عليا لا فيها قضية مسح الديون، لا فيها قضية مسح، اللي نجح رجع له دراهمه. قال انت خدمت ونجحت نرجع لك دراهمك. اللي نجح وسد لي الديون هذاك رجع له دراهمه. نشجع اللي نجح، انت ما نجحتش ونزيد نمسح لك الديون. نعم هذه قلت لك كاين، وهذه من مستحيلات السبع. ثانيا مسح الديون انا اكدتها واكدتها واكدتها، هذه اخطر شيء اللي نديروه لولادنا. لما الفرقون هذا يدير 240 تخلص 24 مليون، انا خلصت 10%، مورايا ولات 1%، انا خلصت 10%. ومن بعد كي خرجت الفرقون بديت نخدم عطيتهم. اسمع دوك خلصت منه واحد 30% 40%؟ واحد ميم با، لا واحد 25%. خلصت منه واحد 25% هكذاك. ومن بعد الله عارف. يوم بليس علاش نمسح لك الديون؟ انت راك ميم با 10 ولا 4%. الناس راهي تسدد، الناس راهي ترجع الاخر، راهي ترجع الدين تاعها، وراهي تخدم، وراهي تحاول تطلب من ليكستونسيون. كيما انا مديت لهم واقيلا واحد 40 مليون، ما كاش الله غالب. مديت 40 مليون وين قدرت، وين ما قدرتش يحبوا يباسيوني يلا ندخل معاهم باب الحبس، يلا دخلوني ناكل ونشرب، ما عنديش حل واحد اخر. لا 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 انا لا هذا مش حل، هذا هذه لا سوليسيون فاسيتي. لا قال ولدي ما قدرتش، الشاب اللي ما قدرش يرجع الديون يروح للمؤسسه المعينه، قال ما قدرتش، اعطيني اراء جديده، اعطيني تقنيات جديده، اعطيني نموذج جديد باش نرجع دراهم. اعطيني 5 سنين 6 سنين 8 سنين نشاط. اي طبعا نغير نشاطي، نغير ذا واي اوف، وما نغيبش على الميدان تاع الانتاج والانتاجيه والخدمات، واعطيني وقت مهله. ما قدرش اليوم دير لي غير شلون 5 سنين 8 سنين واعطيني نخدم روح، لان حاب نشارك في الوطن، حاب نشارك في الاقتصاد الوطني يا اخي. وبالخصوص الان راه في ازمه ماليه، ليست في ازمه اقتصاديه، راه في ازمه ماليه. مطلوب من الجميع ان يكثف اعماله بما فيهم الشباب، ولكن القوه تاعنا راهي نايمه، راهي متوزعه هامله، هي الشباب. إذن الكثير من الشباب المستفيدين من قروض في إطار الأنساج الذين تهاونوا في تسديد ديونهم بسبب أو لآخر اعتبروه مشكلا تجاوزوه من منطلق الإشاعات المتداولة أن الدولة ستقوم بمسح ديونهم مثل ما فعلت قبل سنوات لصالح الفلاحين.
ليجدوا أنفسهم اليوم بين مطرقة الديون وسندان النشاط الضعيف لمشاريعهم. يبقى السؤال مطروحا: هل حقا ستتخذ الحكومة إجراءات عقابية في حق الشباب الذين قاموا بتحويل هذه الأموال عن وجهتها؟ إذ لم يكن ذلك، من يعوض مئات الملايير للبنوك؟